بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بيكم جريد 4، وحشتوني جدا جدا. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض آخر ليسون معانا في الترم التاني، ليسون 8 من سين 4 لمادة الاي سي تي من كتاب المعاصر. خلي بالكم الأسئلة سهلة جدا، الدرس نفسه سهل قوي. هنركز مع بعض، هنقرا السؤال من الاول للاخر، هنترجمه في مخنا وان شاء الله بالتوفيق. وقبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. Number 1, choose the correct answer. The presentation created using Microsoft PowerPoint can include. قال لي العرض التقديمي اللي تم انشاؤه بواسطه برنامج مايكروسوفت باوربوينت بيتضمن ايه؟ بيتضمن تكست نص، ولا انيميشنز رسوم متحركه، ولا ايميجز صور، ولا كلهم مع بعض؟ طبعا هقول له all of them. Number 2, نقط to add another slide to your presentation. ايه اللي بستخدمه علشان اضيف شريحه جديده للعرض التقديمي بتاعي؟ عايز اضيف شريحه اخرى. طبعا قال لي another slide. طب هدوس على ايه؟ طبعا هدوس على كليك نيو سلايد، اضافة شريحة جديدة. Number 3, you should click نقط to start creating a presentation in PowerPoint. قال لي المفروض ان انا ادوس على ايه علشان ابدأ ان انا اعمل عرض تقديمي باستخدام برنامج الباوربوينت. بصوا خلي بالكم، لو احنا ركزنا في الأسئلة هلاقي الإجابة قصدي في السؤال. طب أنا عايز أبدأ لسه بريزنتيشن عرض تقديمي، يبقى لازم أعمله في بلانك، يعني زي قالب فارغ، يعني زي صفحة فاضية. فطبعا هختار بلانك بريزنتيشن. ونشوف مع بعض أسئلة true or false. وأول سؤال بيقول معايا You can choose background colors for each slide under the design option. حلو قوي. قال لي يعني ايه؟ قال لي ان انا ممكن ان انا اختار الوان الخلفية لكل شريحة من الديزاين اوبشن. طبعا هقول له true. انا عندي اختيارات من اختيارات التصميم، من ضمنها الباك جراوند كولرز، الوان الخلفية. Number 2, animations can be added to only one slide in PowerPoint. قال لي الانيميشنز يعني ايه؟ الانيميشنز الرسوم المتحركة ممكن ان انا اضيفها لشريحة واحدة فقط في برنامج الباوربوينت. طبعا هقول له فولس. انا ممكن اضيف اللي عندي الانيميشن لاكتر من ايه؟ لاكتر من سلايد، لاكتر من شريحة. Number 3, You can choose the font style and size before typing your text. قال لي ان انا ممكن اختار نمط الخط وحجمه قبل ما اكتب النص. طبعا true. ونشوف مع بعض تدريبات كتاب المعاصر بتقول ايه. وقبل ما نبدأ نحل الاسئلة دي، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. Number 1, choose the correct answer. وأول سؤال بيقول معايا we can use نقط to create presentation. طبعا سؤال سهل. أنا ممكن أستخدم إيه علشان أعمل عروض تقديمية؟ طبعا طالما قال لي presentations عروض تقديمية، بربط السؤال بالإجابة. يبقى ميس قالت لنا العروض التقديمية بعملها عن طريق إيه؟ بعملها عن طريق برنامج اسمه مايكروسوفت باوربوينت. ونشوف تاني سؤال معايا. Number 2, a نقط means a preview image of each slide you are creating. قال لي معناها ان انا بضيف صورة مصغرة لكل شريحة بقوم بإنشائها. طبعا معناه الكلام ده ايه؟ اهي thumbnail. Number 3, we can create presentation. ممكن ان انا اعمل بريزنتيشن عرض تقديمي through many animation effects by بتأثيرات حركية مختلفة باستخدام انهي بروجرام؟ طبعا على طول طالما قال لي بريزنتيشن وانيميشن الاتنين مع بعض موجودين عندي في البرنامج الباوربوينت.
Number 4 A أو A نقط is a presentation page that contains text and images. قال لي ايه اللي موجودة عندي من ضمن الاختيارات؟ هي صفحة عرض تقديمي بتحتوي على نص وصور. طبعا السلايد. سلايد يعني ايه؟ سلايد الشريحة. ونشوف مع بعض أسئلة put true or false. Number 1 the thumbnail on the left side of the screen in PowerPoint is a preview image of each slide. قال لي الصورة المصغرة اللي موجودة على الشمال من الشاشة في برنامج الباوربوينت هي صورة معاينة لكل شريحة. طبعا هقول له true. Number 2 a slide in PowerPoint is a presentation page that only contains text. قال لي ان الشريحة اللي موجودة في برنامج الباوربوينت اللي من خلاله بعمل برزنتيشن عروض تقديمية في صفحة العروض التقديمية بيحتوي على تكست اونلي. قال لي هنا كلمة اونلي يعني فقط، ان بيحتوي على نص فقط. طبعا هقول له فولس، لا انا كمان ممكن اضيف ايه؟ images صور. Number 3 to choose the layout of each slide علشان اختار تخطيط لكل شريحة. قال لي click the draw icon on the home menu. بدوس على draw icon من الهوم منيو من الصفحة، من قائمة الصفحة الرئيسية. طبعا هقول له فولس. ده هو هنا قال لي انا عايز اختار layout، يبقى انا برضو هختار من هنا ايه؟ layout icon. كلمة layout يعني تخطيط. Number 4 in PowerPoint في برنامج الباوربوينت the first slide أول شريحة instructs you to click and type a title. قال لي بترشدك الشريحة الأولى إلى إن أنت تدوس على العنوان وإن أنت تكتب العنوان يعني في الشريحة الأولى. طبعا هقول له إيه؟ هقول له true. وبكده نكون خلصنا lesson 8 وخلصنا الحمد لله منهج الترم الثاني. يا رب اكون قدرت اوصل لكم اكبر قدر من المعلومات. طبعا احنا يعني كده ما خلصناش مع بعض كل الفيديوز، لا طبعا هنعمل ان شاء الله فيديوهات للمراجعه. هنعمل فيديو لمراجعه الامتحان بتاع شهر ابريل، وان شاء الله هنعمل مراجعات على امتحانات الترم. تواصلوا معايا لو في اي سؤال عندكم، رقمي موجود على القناه. في اي وقت تحتاجوني انا تحت امركم. السلام عليكم.